علاه؟ لأن القضاء والقدر هو أفعال الله فيك أنت. ربي ويفعل فيك، وش يدير لك؟ يعطيك رزق، ينحي لك رزق، يعطيك صحة، يمرضك شوية، يحضرك في بيتك، تروح تغرب شوية، كل مرة كيفاه، يفرحك شوية ضحكك، وبعد يحزنك شوية، كل خطرة كيفاه. هكذا الدنيا تمشي لك، وهكذا الدنيا ما تستناهاش كلها صافية. فكل هكذا النبي عليه الصلاة والسلام وش دلو؟ نحالوا الأب نتاعو، زاد نحالوا الأم نتاعو، زاد جوعوا شوية، زاد الداه يخدم عند الناس، ومن بعد الداه يرعى، ومن بعد زوج له خديجة وبدا يمشي، ومن بعد داروا له حصار ولا ياكل في الحشيش، ومن بعد خرج للطائف، زاد الضرب ورجموه الناس، زاد عاود جابوا ربي اللي كان يفعل فيه هذا الشيء هذا. دوك انت واش راك صرا لك حياتك كامله؟ ربي دار لك هكذا، من ذاك مرضك ومن بعد عاود براك ومن بعد جوعك ومن بعد خوفك ومن بعد غدوه عندك هذيك الحاجه ما ترقدش هذيك الليله مخلوع قلبك يخبط، ومن ذاك الولد نتاعك يمرض لك تجي تروح تجري به في المستشفى. هذو كاع افعال الله تمشي فيك. انت الان وهذه لازم تفهمها مليح، انت الان معاملتك مع افعال الله هي الايمان تاعك، هي الايمان تاعك. علاه؟ لانك انت راح تتعامل مع هذيك الافعال على حسب معرفتك بربي. لما تعرف بانه حكيم عليم تقول هذه تاع الله، كي دارها هنا انا ربي نعرفه، تقول انا ربي نعرفه، كي دار لي هذا الشيء هذا والله راح يفرج عليا، كي ضيقها عليا. هو قال لي في القرآن إن مع العسر يسرا، ما يقدرش يجيب لك عسر وعسر ويسر، لازم عسر ويسر عسر ويسر عسر ويسر. يعني كي يجيك العسر وش دير؟ قال هذه أي من عنده، هو اختارها لي. ولو كان نختار أنا نفسي وشنو؟ نظلم روحي. لو كان ربي يقول لك شوف يا عبدي قبل ما تخلق، يقول لك شوف شحال تحب تدي الرزق نتاعك؟ ادي شحال تدي، واش تدي الرزق تاعك؟ الأجل شحال تسحق؟ شحال تطلب انت الاجل؟ كم تطلب؟ كم تطلب؟ سالت واحد الشيخ عنده 94 سنه الاسبوع الماضي، 94 سنه في عمره، قلت له نسال الله يبارك لك في العمر ويطول في العمر. قال لي والله يا وليدي والله ماني قادر نزيد نهار. قال لي والله تعبت، قال لي تعبت من الدنيا، قال لي ما عنديش مشاكل، قال لي راني عايش في نعمه، الصلاه كذا في البيت عادي ما شاء الله. قال لي بصح ربي احنا خلقنا ما نقدروش نزيدوا. قال لي لحقت 94 سنه، قال لي والله اتعبتني الحياه وانا مانيش متعوب، ما عنديش مشاكل ولا نجري ولا عندي ماني معمر راسي بحتى حاجه. قال لي ماكل شارب مستور لاباس عليها. قال لي بصح والله اتعبتنا الحياه. قال لي الانسان ربي خلقه باش يتوحشوا، يعني تلحق لواحد المرحله انت تشتاق تروح عند ربي. فلذلك الان انت وكان تخير العمر نتاعك ما راحش تجيب مصلحتك، ما تقدرش تقول انا ما نقدرش نعيش 70 80، اعطيني 120 200، شحال تعيش؟ شحال تعيش؟ يعني قدر ما تقدر تعيش يعني راح تغلط مع الله تبارك وتعالى. فلذلك هذيك الانفاس المحدوده والمعدوده اللي اعطاها لك الله تبارك وتعالى مقدره بقدر، والله يجي شكون يجي ما يقدرش يعطيك الايام المعدوده المناسبه لك كما ربي سبحانه وتعالى. الهيئه تاعك وجهك والهيئه تاعك والطول تاعك والثخانه تاعك والنحافه تاعك واللون البشره تاعك كما يقولوا الهيئه الفيزيولوجيه تاعك انت كامله، ذكر او انثى هذه كامله، والله ويجيب شكون يجيب ما يقدرش يعطيك الصوره الامثل تاعك. لانه ربي وش قال؟ احسن كل شيء خلقه. وش معناتها احسن معناتها كل حاجه خلقها ربي الصوره تاع هذيك هي مليحه بالنسبه لها. دوك نقولوا مثال واحد اسمه محمد، خلقوا ربي بهذيك الطريقه، لون البشره كذا والطول كذا وكذا. هذاك محمد هذاك هو انسان ما تقدرش تعطي له صوره واحده اخرى احسن من هذيك، لانه ربي عليم بانه هذيك هي الصوره افضل له، سواء ولو كان قصير بزاف ولا سمين بزاف ولا مثل معوق ولا عنده 6 صباعتين ولا 10 ولا كيما كان. انت بالنسبه لك راهو مشوه ما تقدرش تشوف فيه، بصح عند ربي هذيك هي الصوره المفضله لهذاك الانسان. علاه الله اعلم تاعو الخلق تاعو خاطينا احنا. فلذلك الان كيما نتوقفوا في الصنعات، كي تشوف انت يا سياره فخمه وكذا منها، انت تجيك احيانا تقول له كان داروا لها هكذا، تقول بصح اللي صنعها وعارف درس، ما نقدروش احنا نقولوا له علاه. دوك واحد يجي يقول لك علاه ما داروش هذا العمود، علاه ما داروش لاصق مع العمود الاخر، علاه؟ تقول بصح هذوك الناس يعرفوا
هذوك اللي دارها وقرا خير مني ومنك. وربي سبحانه وتعالى اللي خلق الناس ما تقدرش تقول علاه خلقه مسكين هذاك هكذا، علاه الناس خلقهم هكذا. ربي قال احسن كل شيء خلقه، يعني كل دابه، كل انسان، كل مخلوق، كل جني، كل بهيمه، الخليقه تاعها اللي خلقها بها ربي هذيك هي اللي تناسبها لشيء لا يعلمها احد، حتى هذاك الانسان ما على بالوش عليها. ويقدر الانسان يضجر يقول يا ربي خلق لي هكذا في وجهي، وعلى دار لي هكذا، وعلى دار لي هكذا. بصح اعلم ان الله احسن كل شيء خلقه. والاحسان هذاك ماشي انت اللي تحكم عليه، ما تقولش انت بصح هذاك ما تقدرش تشوف وجهه ماشي مليح، كيف تقول احسن كل شيء؟ الحسن هذا لا يعلمه الا الله، لانك قد تجد الملاسة، يعني تقدر الحاجة الملسة حنينة تلقاها في الأفعى، فلا تدري أنت الخير وين تلقاها. ولهذا شوف ربي سبحانه وتعالى أفعاله كيف يفعل فينا أشياء، يعطينا يمنعنا، حنا واش نديروا؟ دائما نتعاملوا بالصفات نتاعو، حكيم خبير. عمرك سمعتها خبير؟ الخبير هو الذي يخبر حال الناس، يعني عنده العلم والخبرة معها. وشنو الخبرة؟ ماشي لونسيانتي كما نقولوا احنا بالنسبة للبشر، لا، الخبرة هي أنه يخبر يعني هذيك الحاجة ومن بعد كي تولي كاينة كيفاش راح تكون بالدقة نتاعها، كيفاش راح تكون بالدقة نتاعها، يعني معلومات متشبكة قد ما تجيب الآن شبكات المعلومات ما تقدرش تلمها. ولهذا الآن ربي سبحانه وتعالى عليم. لو أنك أنت الآن تختار رزقك، تختار أجلك، تختار هيئتك، راح تظلم نفسك. لو كان ينحوا لك ليك الاختيار يمدوه لأمك، أمك الحنون، ويقول لها يا أمه خيري له وليدك هذا اللي في بطنك شحال حبيتيه يعيش، وشحال نعطوا له الرزق، وشحال نعطوا له كذا. ما تقدرش تعطي لك حاجة تناسبك أنت. اللي يعطيك حاجة تناسبك من فرح وترح، من استواء والتواء، من حزن وسرور هو الله سبحانه وتعالى.